أنا لم أمت لكن موتي قد دنا، وأنا على درب الرحيل مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنعرض الآن مقطع للشيخ عبد الله كامل رحمه الله وغفر له، وهو يتكلم بقصائد شعرية بعدما أشيع خبر وفاته من قبل، يعني في شهر ديسمبر تقريبا أو سبتمبر الماضي، فخرج وقال هذه القصيدة التي سنسمعها الآن. وهذه القصيدة نشرتها بغرض أن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وكذلك أن نتذكر الموت. وهذه القصيدة جميلة وفيها كلمات جميلة، فأردنا أن نتذكرها معا، ورحمه الله وغفر له. هيا لنسمع القصيدة. فبربكم كفوا كفى لا تكثروا، لا أستحق ثناءكم لكن أريد دعاءكم، لا أستحق ثناءكم لكن أريد دعاءكم، فأنا بحالي أبصر، وبكيت من نفسي على نفسي أجل، أنا ميت في ثوب حي يظهر، وبكيت من نفسي على نفسي أجل، أنا ميت في ثوب حي يظهر، تتشابه الأسماء والأفعال فيما بيننا، كل يموت ويقبر. يا قوم عبد الله ليس بكامل، فالموت حق والفراق مقدر، أحياء هذا اليوم أموات غدا، كل إلى رب البرية صائر. أنا لم أمت لكن موتي قد دنا، وأنا على درب الرحيل مسافر. يا ربي ما أعددت زادا للسرى، يا ربي ما أعددت زادا للسرى، فأنا المقل المرمل المتضور، تالله ما قدمت شيئا، تالله ما قدمت شيئا، غير أني مذنب متباطئ متعثر، أنا في العبادة واهن متكاسل، وعن المعالي قاصر متقاصر، أتعجل الشهوات في دنيا الهوى، وأسوف التوبات ثم أؤخر، أنا في أداء رسالتي متلعثم، متأخر في دعوتي ومقصر، أنا في أداء رسالتي متلعثم،
متأخر في دعوتي ومقصر، أنا عاجز عن نشر علم، عاجز عن دفع ظلم، إن عزمي خائر، لكن أحب الله جل جلاله، وبحب دين الله قلبي زاخر، لكن أحب الله جل جلاله، وبحب دين الله قلبي زاخر، وكلام رب العرش أحلى ما شدت روحي به، يا سعد من يتدبر، حبي لخير الخلق يغمر مهجتي، والنفس من حبي لأحمد تزهر، ومعي يقين صادق في عون ذي العلياء جل المستعان القادر،